لو انت لسه شاري موبايل وعايز تحافظ عليه او حاسس ان موبايلك فيه لخبطه مع بطاريته، فانا جمعت لك حبه نصايح وغلطات اغلبنا بنغلط فيها بتدمر بطاريات، ان كان بقى بسبب اننا بنعملها وما نعرفش اصلا، او واحد صاحبك من اللي فاهمين كل حاجه قالها لك وانت مشيت على انها صح وهي في الاساس كارثه. فانت لازم تاخد بالك منهم لان الموبايلات دلوقتي غاليه وانا خايف عليه. فيا ريت لو انت اول مره تشوفني تنزل تعمل سبسكرايب، ويلا نبدا في الفيديو. اول غلطه وهي سيب موبايلك لعند ما يفصل للاخر وبعدين اشحنه لعند 100%. وللامانه الكلام ده كان صح بس في الموبايلات القديمه اللي هو ايام النوكيا 3310 والحاجات دي، لكن دلوقتي الاجهزه اللي موجوده كل بطارياتها ليثيوم ايون. دي بقى موجوده في السمارت فون وفي اللابتوبات وفي كل الاجهزه اللي احنا نعرفها حاليا. والبطاريات دي بتكون مصممه انها تتشحن من 300 ل 500 دوره شحن كامله، ودوره الشحن الكامله هي ان انت تشحنها من صفر لعند 100%. فانت لما بتفضي موبايلك للاخر وبعدين بتشحنه فانت كده بتقلل من عدد الدورات دي، فبتقلل من عمر البطاريه. طب وايه الصح؟ الصح ان انت تشحن الموبايل من 10 او 20% لما بيتبعت لك التنبيه لعند 80 او 90%، ولو وصل 100% مش مشكله. تاني حاجه وهو الشحن الاصلي اللي جاي في علبه الموبايل بتاعك هو احسن شاحن تشحن بيه الموبايل، فيا ريت ما تعينوش وتحافظ عليه، طلعه واشحن بيه، ده اكتر حاجه هتحافظ لك على العمر الافتراضي للبطاريه. طب لو الشاحن ده باظ تشحن بشاحن تاني كويس ونضيف، ما يكونش شاحن صيني ب 10 جنيه كده، مع ان مفيش حاجه دلوقتي ب 10 جنيه، مع ان مفيش حاجه دلوقتي ب 10 جنيه. الشحن النظيف الكويس ده هو اللي موبايلك بيدعم سرعه الشحن بتاعته. طب لو انت ما تعرفش سرعه شحن موبايلك، تجيب شاحن مكتوب عليه 5 فولت و2 امبير، يعني بيطلع 10 واط، لان نسبه 99% من الاجهزه الموجوده حاليا بتدعم سرعه الشحن ل 10 واط. هو هيكون بطيء بس مش هيضر الموبايل. ويا ريت برضه تركز مع شواحن العربيه لان مش اغلبهم 5 فولت و2 امبير، زائد ان هو بيكون دايما معرض للشمس فدايره الشحن بتاعته بتبوظ، فما بيطلعش قوه الشحن المطلوبه فبيبوظ لك موبايل. فانت تجيب شاحن كويس براند محترم وتحفظه بعيد عن الشمس، او لو عندك المخرج الموجود اصلا في العربيه، المخرج ده اغلبهم بيدعموا ال 10 فولت فاشحن فيه. تالت نقطه، وانت بتشحن الموبايل لازم تشيله من الكفر. الموبايل طول ما هو بيشحن بيسخن، وكل ما سرعه الشحن تزيد السخونيه تزيد، دي مش محتاجه يعني. فشيل الكفر عشان البطاريه تبطل تسخن اكتر واكتر وهي بتتشحن. رابع نقطة وهي ما تعرضش موبايلك لحرارة عالية. أنا لسه قايل لك في النقطة اللي فاتت إن أنت ما تحطوش في الجراب علشان الحرارة، فما تحطوش في الشمس بقدر الإمكان، ده حفاظا على البطارية وحفاظا على الشاشة، وبعده عن درجات الحرارة العالية حتى وهو بيتشحن. خامس نقطة، زي ما اتكلمنا على درجة الحرارة العالية نتكلم على درجة الحرارة القليلة. في ناس كتير جدا بتحط الموبايل بتاعها في الفريزر، فيا ريت أنت ما تعملش ده. يكون بيلعب ببجي والموبايل بيسخن منه جامد وما بيبقاش قادر يستخدمه، فبيحط الموبايل في الفريزر علشان يبرد. هو الموبايل هيبرد وهتعرف تستخدمه، بس نرجع لبطارية الليثيوم ايون اللي بتتأثر بدرجات الحراره المنخفضه، فهتقلل في عمر البطاريه. بص، هي بطاريه غلسه كده، عاوزه درجه حراره متوسطه، لا هي عاليه قوي ولا هي واطيه قوي. سادس نقطه وهي الخلفيات، خلي الخلفيه هاديه وما فيهاش الوان كتير، زائد ان لو شاشتك اموليد او اوليد خلي الخلفيه فيها لون اسود كتير، وابعد تماما عن الخلفيات المتحركه. ويا ريت تشغل الاوتو برايتنس لو السنسور بتاعك شغال تمام وبيظبط لك فعلا الاضاءه. سابع حاجه، ما تفضلش فاتح الواي فاي دايما وانت مش كونكتد باي شبكه، يعني انت رايح للبيت تمام افتح الواي فاي، ولكن وانت نازل من البيت اقفل الواي فاي، لان الموبايل طول ما انت ماشي بيفضل يسيرش عن اي شبكه موجوده علشان يكونكت بيها، فيستحسن ان انت تقفل. تامن حاجه، لو شحن البطاريه بتاعتك قل جامد وانت بره، يا ريت تشغل الباور سيفر مود، لان ده فعلا هينظم لك استهلاك البطاريه وهيخلي شويه الشحن دول يكملوا معاك، لانه بيقلل اداء المعالج وبيهندل الدنيا كده، بيشغل لك الاوتو برايتنس، بيقفل لك الاولويز اون ديسبلاي، وبيخلي شويه الشحن اللي معاك يقضوك اكتر ما كانوا هيقضوك اصلا. رقم 9، اقفل اللوكيشن، ده زيه زي الواي فاي كده بيفضل يستهلك، فيا ريت لو انت ما بتستعملهوش يا ريت تقفله، ده برضه هيحافظ لك على البطاريه بتاعتك. انت لو لسه مكمل فرجه في الفيديو اللي عندك دلوقتي وما عملتش لايك يبقى انت غلطان، انت مبسوط اهو يا عم، تنزل بقى تعمل لايك. 10 حاجه ودي اللي هتزعل ناس مني، هو ان انت تقلل مشاهده فيديوهات، لانها بتستهلك جامد من البطاريه وبتستهلك كمان من الداتا، ان كانت الواي فاي او الداتا بتاعت الموبايل بتاعك. شوف، خاف على بطاريتك وعلى فلوسك كمان. رقم 11، التطبيقات، ركز مع كل ابلكيشن واستهلاكه في البطاريه، وشوف الابلكيشنز اللي شغاله اوتو وحاول تقفله، ولو في ابلكيشن انت فعلا ما بتستعملهوش وحاسس ان هو بيستهلك من البطاريه يا ريت تمسحه. وعامه حاول تقلل اصلا من عدد الابلكيشنز على الموبايل، لان دول بيأثروا برضو على صحه البطاريه، لان اغلبهم بيكون شغال في الخلفيه وانت اصلا ما تعرف. رقم 12 والاخيره، واكيد انت سمعتها كتير وهي في الاساس غلط، اوعى تنام وتسيب موبايلك على الشحن عشان ده غلط على الموبايل والموبايل ممكن ينفجر. الحوار ده غلط تماما، لان حاليا الموبايلات بقى فيها حاجه اسمها انبوت كنترولر بيقفل دخول الكهرباء للموبايل بعد ما بيوصل 100%، زائد ان دلوقتي بقوا شغالين على تقنيات موجوده في بعض الموبايلات بتحدد لك وقت معين للموبايل للشحن، زائد ان كمان في سلوك شحن ممكن تحدد بيها الوقت اللي يوصل فيه كهرباء للموبايل من الاساس. ففي مليون حاجه
حاجه، والحوار ده من اساسه هو غلط. وبس كده احنا وصلنا لاخر الفيديو. لو كنت بتعمل اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي يا ريت تبطل تعملها علشان تحافظ على بطاريه موبايلك، لان حاليا الموبايلات سعرها غالي قوي، فحافظ على الموبايل اللي معاك بقدر الامكان. يا ريت لو لسه ما عملتش لايك اعمل لايك، ولو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات تانية تعجبك، وما تنساش تشير الفيديو مع صحابك علشان برضه يحافظوا على موبايلاتهم. ولو عندك اي نصيحه انا ما قلتهاش ممكن تحافظ بيها على بطاريه الموبايل يا ريت تكتبها في الكومنتات علشان الكل يستفيد. وبس كده.